السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا النهارده بقى حيرة كل يوم هنعمل اكل ايه؟ اسال سما تقول لي كبده، اسال ساندي تقول لي كفته، اسال ماما تقول لي كبده وكفته مع بعض. نعملها ازاي دي يا حاجه؟ قالت لي اه والله جربي تعمليهم الاتنين مع بعض كده. المهم قلت لها انا فاكره زمان كان محمد خدني مره زمان كده يا جماعه، وراح عزمني وقال لي انا هوديكي في حته محل بقى هقول لك عليه ايه كلام جامد، تعالى اوديكي فيه. رحنا فعلا المحل ده كان في الحسين. المحل كان اسمه البركه، هو فعلا البركه. يعني انا عايزه اقول لكم اصغر طبق عندكم في طقم الميامين ده بالنسبه له كبير. كان بيعمل نفس النظام، كان بيعمل الكفته بالكبده مع بعض. فانا افتكرت قلت طب ما نجربها ونعملها في البيت، ايه اللي هيجرى؟ كل مره بنعمل الكفته لوحدها والكبده لوحدها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعضينا. ما تنسيش لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولي ايه رايك في الاكله بتاعت النهارده، وقولي اتغديتوا ايه النهارده. احنا اول حاجه عجبناها عملنا الكفته صبعناها وحطيناها على جنب، وبعدين جبنا بصلايه حلوه صغننه كده ورحنا مشوحينها تشويحه بسيطه خالص، ورحنا حطينا وحطينا عليها الكفته ورصيناها. شايفين الحلاوه دي رصه الكفته، ورشينا عليها حبه فلفل اصفر اسمر معلش. وبعدين رحنا مغطينها ومزودينها كوبايه ميه. مجرد ما تخش في السوا كده مع بعضيها بصوا داخله في السوا. هي اصلا ممكن تتاكل كده طبعا، انا بحبها كده بصراحه. هنقلبها تقلبتين. بص بتتحرك من مكانها، اول ما تلاقيها اتحركت من مكانها كده خلاص هي كده استوت وبقت زي الفل. نكون بقى مجهزين الكبده بتاعتنا، حاطين عليها حبه خل وعصره ليمونه حلوه كده عشان خاطر ما يبقاش فيها زفاره. انا من الناس عامه من الناس اللي ما بتحبش الكبده، بس يلا هي اكله والسلام. هنشيل بقى الكفته بتاعتنا دي ونركنها على جنب. هتركنها توديها فين؟ مش هنرميها ما تخافوش، هنركنها عشان نعملها تاني، نعوزها تاني دلوقتي. بس ما تنسيش قولي ايه رايك في الاكله بتاعت النهارده. اهو ركننا الكفته على جنب. طبعا مصبعين الكفته كور حلوه كده عشان استاذ ابراهيم بيحب الكور او بيحب الجون. يلا اهو خلصنا. هنلم لم 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 لم. ده انت لسه لحد هنا بتتفرجي معايا في القناه؟ اشتركي بقى وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهو لميناها كلها وسايبين فيها بقايا البصل، وادي الكبده بتاعتنا هنروح منزلين عليها. يا سلام سيمفونيه يا ناس. اول لما تسمعي صوت الطشه دي تحس ان قلبك بينشرح كده. هنقلبها تقلبتين مع بعضها حلوه. الكبده احمد ما بتاخدش وقت في السوا، دقيقتين 3 وهتلاقيها خلاص استوت معاكي. يلا اتفرجي معايا على الفيديو بتاعي وصلي على النبي وانت تتفرجي كده، وسبحي ربنا واستغفري ربنا. هنكون بقى عاملين طبعا الهريسه بتاعتنا معموله وجاهزه، هنروح ننزل عليها فص ثوم وحته فلفل الهريسه. وسلام بقى لو عندك قرن فلفل حامي زي اللي انا حاطه دلوقتي، بيودي الكبده في حته تانية، تحسي انك بتاكليها كبده الشارع. هنقلبهم مع بعضهم تقلبتين حلوه، وكان في قرن فلفل رومي برده حطيته معاها. بعد ما اتقلبت وحسيت الكبده خلاص استوت، الكبده قلت لكم قبل كده ما بتاخدش سوا. هننزل عليها بالكفته، هنقلبهم برضو تقلبتين مع بعضهم. وادي كده خلاص الكفته بالكبده. هي دي الاكله، اكله البركه. والله رجعتني بالزمن. هنركنها على جنب. وبعدين طبعا هناكلها كده لوحدها؟ لا طبعا عايزين جنبها حاجه. نعمل حبه مكرونه محمره او مكرونه غلسه، هي غلسه اسمها مكرونه غلسه. تفضلي توقفي على البوتاجاز رايحه جايه تقلبي 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 تقلبي. طول ما انت عماله تقلبي يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اوعي تنسي تقولي الكلام ده وانت واقفه في المطبخ. عايزين نعمل جنبهم حبه سلطه طحينه كده عسل زي. هنروح بقى جايبين الطحينه دي ماما عاملاها في البيت. عاملاها ازاي يا مسمى؟ سمسم وفول سوداني ودقيق وزيت، وندفي كل حاجه على النار وقلب قلب. وبعدين نروح طحنين كل دوت ونروح حاطينهم في الكبه او في الخلاط وننزل عليهم بالزيت تدريجي. هننزل بقى على الطحينه بتاعتنا، نزلنا عليها بالخل. مجرد ما بتحط الخل، لو الخل بتاعك الاصلي عايزه اقول لك بيربط في ثواني معاك الطحينه. لو الخل بتاعك نص كوم زي اللي كان عندي بياخد وقت شويه على ما يربط، وعشان خاطر ما تربطش معايا زودت معلقه دقيق. بس الخل الخام طبعا بيربط على طول. مجرد ما بتزودي الخل على الطحينه وزودي حبه ميه سخنين كده تلاقي الخل ربط معاكي وتقل الطحينه. هنقلبهم مع بعضهم كده كويس ونرجع بقى نبص على المكرونه. ايه ده انت نسيتي المكرونه ولا ايه يا مسامه؟ لا طبعا نسيتها ازاي، ما انا قلت لكم دي المكرونه الغلسه يعني كل شويه لازم تروحي تقلبي فيها. قلبناها تقلبتين حلوين ونروح عاملين لهم طماطميه وقرن فلفل حامي ونروح نزلين عليهم. ولو عندك صلصه حطي صلصه، بما ان القوطه غاليه فنوفر، كفايه طماطمتين نحطهم عليها وخلاص. حطي طماطمتين وحبه ملح وحبه فلفل اسمر ومكعب ماجي وتقلبي عليهم كويس. هدي النار في الحته دي بقى وتروحي نازله عليهم بالميه. الميه تغطي المكرونه. طبعا كلكم اساسا عارفين بتسوي المكرونه ازاي. انا عندي عيالي بيعشقوا المكرونه واخواتي بيعشقوا المكرونه، بنحبها بكل انواعها عامه يعني، بس انا خصوصا الاسباجيتي بعشقها كده يا جماعه. قلبناها وننزل عليها بالملح والتوابل زي ما قلت لكم وحبه فلفل اسمر والماجي، ونغطي عليها ونسيبها.
هتسيبها وتروحي فين؟ لازم نرجع تاني للطحينه عشان يبقى الاكل بتاعنا كله جاهز. انا عايزه اقول لكم الاكل ده كله في نص ساعه هنخلصه على طول. ادي الطحينه بتاعتنا، بصوا اللهم بارك، تقلت اهي شويه، ربنا كرمني والخل جبر خاطري يعني. نزلنا عليها بمعلقه توم وفص فلفل احمر كده يحطوا عليها، قلبناها ونحط عليها الملح ونحط عليها الكمون ونحط عليها كمان شويه شطه وقلب قلب. يا سلام، معاكي احلى طحينه. يا جماعه الطحينه تتاكل لوحدها من غير اي حاجه، مش لازم الكفته والحركات دي. هنقلبها مع بعضنا كده اهو، قلب 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 قلب. يلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اهو قلبناها، بصوا شايفين السمك بتاعها. نرجع بقى نبص على المكرونه اهي، اللهم بارك، تحفه. يا سلام، انا شم ريحتها من هنا والله. بصوا الحلويات، شايفين؟ هنقلبها بقى كده تقلبتين عشان خاطر الطماطم اللي طلعت على الوش دي تنزل تحت. رايحه فين يا حاجه؟ انزلي انزلي، احنا عايزينك تحت شويه. يلا بقى بنفضي في طبق. شايفين الحركات بقى والتكات؟ ادي المكرونه بتاعتنا، وادي الطحينه، وادي الكبده بالكفته. انا اول مره اعملها يا جماعه، جربوها والله مش هتندموا، فعلا طعمها كان حلو. اهو ادينا بنجدد في الاكل. انا عارفه كل يوم عايزه تعملي ايه ومحتاره، جربي الوصفه دي مش هتندمي ان شاء الله. حتى لو عندك حته كبده صغيره وعلى حته كفته صغيره هتقضي الغرض وتعدي يومك. بصوا بقى كمان، لا بصوا بقى ايه، هنطلع طبق الليمون بالزيتون بالفلفل، ده حكايه، كان عايز يتاكل لوحده اصلا. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولي لاختك كلمه حلوه كده، قولي ايه رايك في الاكله بتاعت النهارده. ده كان غدانا النهارده. اتغديتي انت النهارده ايه وعملتي اكل ايه لعيالك؟ يلا بشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.